كنت قبل كده انا وواحد صاحبي اللي حصل بالظبط كده. احنا كنا ماشيين بالعربيه، وبعدين واحنا ماشيين في واحد كان عايز يعدي بالعجله. المهم فاحنا هو بيعدي الشارع كده، واحنا خلاص عرفنا ان هو هيمشي يمين، فصاحبي راح واخد شمال عشان يعدي يعني. فجئنا واحنا اول ما خدنا شمال لقينا الواد بيرجع بالعجله تاني، واحنا ماشيين مثلا على 60 ولا حاجه زي كده. طبعا خبطنا في الولد والولد طار وكده. فحظنا السيء ان الولد اتخبط قدام مديريه الامن. احنا قاعدين في العربيه مش عارفين نعمل ايه، والولد طار. مفيش 5 دقايق لقينا ناس جايه وستات بتصوت، يا لهوي الراجل مات والراجل قتلتوه ومش عملتوا فيه ايه وكده. والناس طبعا اتجمعت بطريقه وهميه. فنزلنا من العربيه نشوف الراجل حصل له ايه وبتاع. بس لقينا بقى دماغه مفتوحه وحاجات كده. المهم قعدنا نفكر طيب، والناس كلها اتلخمت في الموضوع بقى والاسعاف بقى وتعالى ومش عارف ايه. فلقيت صاحبي بيقول لي بقول لك ايه، تعالى نعمل نفسنا من الناس اللي بتتفرج ومش مهم بقى، هو مش هيعرفوا يعني. فانا استغربت الفكره بصراحه، بس قلت له ماشي. فخدني من ايدي وفضلنا واقفين كده، والناس عماله تسال هو مين اللي خبط وفين السواق مين صاحب العربيه وبتاع، واحنا مش عارفين، محدش عارف ولا اي حاجه، واحنا عمالين نضحك وكده بس. والعساكر جت والظابط جه وعمالين يسالوا مين صاحب العربيه، واحنا عاملين نفسنا عبط فاهم. بس ومفيش 5 دقايق رحنا احنا الاتنين واخدين تاكسي ومشينا. اكتر حاجه ضحكتني في الموضوع واحنا ماشيين كان اللي كان راكب العجله كان طالع على نقاله في الاسعاف. المهم هو كان راكب شبشب، كان لابس شبشب، وهو داخل الاسعاف عمال يزعق يا جماعه الحقوني الشبشب ضاع الشبشب ضاع. فكان بصراحه حاجه هستيريه جدا، احنا كنا هنموت فيها اصلا من كتر الضحك يعني. بس فالموضوع خلص بقى ان احنا ركبنا تاكسي ومشينا، وبعدين ابو صاحبي ده راح خد العربيه من القسم وكده. وكان موضوع يضحك جدا بصراحه، كان يوم ما يتنسيش يعني. هذا البرنامج برعاية بيك رولز وبيك ستيكس.